كان البي أول اهتماماته يسهر على فضيلة ابنه. اليوم بيسهر على علمية ابنه، على وظيفة ابنه، بس ما بيسهر على فضيلة ابنه. ياخذ هم عندي إذا ابنه بيقدس ولا ما بيقدس، إذا قديش له بلا اعتراف ولا عم يعترف، مين عم بيعيشر، وين عم بيروح، وين عم بيجي، إن كان منته ولا معش فيها سهر على النفوس. ألعل قبيلوس قد مات وليس من يرد له المال. دب الهم بيركبه لطوبية البي وبلش يحسب 100 حساب. وأخذه حزن شديد هو وحن امرأته وتفقا كلاهما يبكيان لتخلف ابنهما عن الرجوع في يوم الميعاد. يعني كان مش عم اقول انه البي اليوم بطل عنده حنان، بس قديش البي متحد بالله، قديش البي بيكون عنده سهر على مصلحة ابنه، قديش بيكون عنده غيرة على خلاص نفس ابنه، قديش بيكون عنده حب على وسهر على ابنه. المقياس هو قربه من الله. إذا منه قريب من الله، منه ملتزم بكنيسته، بيكون عنده نوع من عاطفة أرضية. يعني هذه غريزة بالإنسان موجودة، يعني هذه موجودة بالطير، موجودة بالأرنب، كلهم. أنت خليك شوف الدجاجة مفقسة، قرب لها على صنع بتصرخ فيك. طبيعة، ما هذا بالطبيعة البشرية، ما في أي طبيعية لا شعورية هي موجودة. بس الحب الحقيقي هي إني أنا أسهر على مصلحة ابني، إني خلص نفسه ويكون قريب من الله، وما قبل أنه يهين الله بحياته. إذا أنا بحب أختي بالبيت بنصحها، مش جيت لي واحد مش معروف قاعد بيه من وين، صدقته وسلمت عليه وصرت روح أنا وياه، ولا همني لا ماضي ولا شيء، ولا انه مرة مسبي، ولا انه حاطط لي عظام جماجم معلقهم بالمرايه تبعه بالسياره، ولا موسيقى هارد روك من الرجوع. مع مين عم تبعت اختك انت منك كثير واعي، منك كثير موزون يعني. او بتجيب حيالله شاب على البيت معك، فكر لما تجيبه معك على البيت، انت مين جايب على البيت؟ لأن البعد عن الله بيخلي الإنسان يصير أعمى بكل بساطة، ما عادش فرقانة معه، لا بيعمل هم أمه ولا بيعمل هم بي ولا بيعمل هم خيه ولا هم أخته ولا هم تكون سته عم بتنازع، ما بيفرق معه إذا بيجيب لها الكاهن يمشحها ولا ما يمشحها. ما بت... أمه ختيارة الأحد بروح بعد ما إلها مشي أمي تاخدك على الكنيسة، بيطلع أمه بلا قداس. يا ما في بيوت منزورهم، لا عم تعدسي يا أخنا على النهار الأحد ما فيش حدا ياخدني. أنت يا بطل وينك عم تكون الأحد؟ وأنا منطر الأحد مناطر وتنام، أو بقوم قبل الضوء بروح على الصيد. ما بياخد أمه على القداس. هذا النام بده يشوف الخير، ما بده يشوف البركة. بيستهزأ بأمه، بيستهزأ بسته، بيحكي كيف ما كان مع بيه، ما في احترام. بفوت على البيت ما بقول مرحبا، الله معك يا أمي، ترد علي يا أمي. بيخجل يقولوها، بتحكي عليها رفيقه، قال بصيروا يرددوها، ترد علي يا أمي، ها. بس من مال تاني عنده انسحاق. إذا شي واحد يخبطته بالسكربيني عنده انسحاق، عنده تواضع، بيتحملها، بيطول باله عليها مثل ما بدك، مثل ما بتشوفي. انت بتنام والله عم يشتغل فيك، انت بتمشي على الطريق والله عم يشتغل فيك، انت بتشتت والله عم يفكر فيك. عمل قال الزرع بينمى ليل مع نهار، بينام الزرع بيقوم الزرع والزرع عم ينمى. وهيك زرع النعمة بقلبك عم ينمى، انه يعمل دائما ويكمل بتدبير روح القدس والهاماته، اما توا او بواسطة الكنيسة. إن أقوى هذه الوساطات وأفعالها هي الأسرار، والصلاة هي أقرب مثال وأسهل ممارسة. القربان، الاعتراف، مشحة المرضى، الصلاة، قراءة كلمة الله. شو اللي شغل لي فكري؟
شو اللي أخذ لي تفكيري؟ كرمال شو أجي على الدنيا؟ الصلاة والأسرار والقربان، زيارة القربان والصوم، قراءة كلمة الله، هودي مش مطلوبين بس من الإخوان والرهبان، مطلوبين من كل واحد مسيحي يا حبيب قلبي. لازم تكون أنت مشغوف بحب الله. أنت بشغلك عم تشتغل، خلي آية. إذا كنت أنت موظف، إذا كان أنت ميكانيسيان، ليش بتحط لي دعاية وحدة نايمة على السيارة لأنه دعاية تنفك براغي وشبه معرية؟ ليش ما بتحط بجراجك آية عن الإنجيل، آية من الكتاب المقدس، عبرة لقديس؟ أنت اللي عندك فرمشية، هاتك مريض وبحاجة لمين يعطيك دواء، قبل ما تبيع دواء للناس تحط لي على الفترين برا دعايات مثل ما أنت معرى من العقل، معريين من الثياب، بتقول لي هلل. هذه الدعاية بتوديك على جهنم، وبتدعي ان انت بتفهم وذكي، واول واحد يروح على دار الصليب هو انت، واول واحد لازم ياخذ هالوبيلول هو انت. بتبيع لي بهالادويه وانت يا معطر مريض منك مسيحي. وهكذا هلم جرة، كل شيء فيه تجار، وكل شيء فيه بياعين، وكل واحد من يروح الرب فيه بحط دعاية مش مزبوطة، بحط صورة مش مزبوطة، بيحكي كلمة مش مزبوطة، بيلبس بطريقة مش مزبوطة. خليه يعرف انه هو منه مسيحي. المسيح بريء منك،